دايما بنقول على العلاقة دي صحية. امتى بنقول عليها صحية؟ لما الطرفين بيبقوا هما الاتنين واقفين كده. يعني ايه؟ يعني لو واحد بعد ده واقف زي ما هو، مش هيحصل له حاجة لو ده بعد عنه. لكن امتى بنقول على العلاقة دي مرض، حب مرضي او تعلق؟ لو الطرفين عاملين كده، ده بعد ده وقع. وده اللي بنحذر منه يا جماعة، إياكم والتعلق، ولا بحد ولا بحاجة. التعلق كارثة. أنا معلقة حياتي على حد، أنا ماشية عمالة أدور عليه، أنا ما أقدرش أعيش من غيره، أنا لو سابني أقع، أنا لو عملني مش عارف إيه، أنا عايزة أشوفه، أنا عندي هذا. لا، اوعى تسيبني، اوعى تلاقي الست لازقة في جوزها ومحوطة عليه وخانقاه، متعلقة بيه جدا وفاكرة إن ده حب. ده حب مرضي، ده مش حب سليم خالص. خلي بالكم، التعلق مش حاجه وحشه. احنا جوانا هرمون اسمه الاوكسيتوسين، ده هرمون الارتباط. يعني مثلا تلاقي واحده قبل ما تتجوز هي مرتبطه بسريرها ببيتها، انا مش قادره اتجوز واسيب سريري وبيتي اللي عشت فيه، انا مش قادره ابيع عربيتي دي فيها كل ذكرياتي. جوانا هرمون الارتباط بناس وباشياء، ده طبيعي. بس لو البنت دي بقى ما اتجوزتش علشان تفضل قاعده جنب سريرها وبيتها، هنا ده كارثه. لكن احنا بنزعل على حاجات وبنرتبط بيها، بس بنسيبها والحياه بتكمل، مش بنقعد جنبها. بس للاسف في ناس بتقعد جنب الحاجه اللي هي مرتبطه بيها. وده بيفسر لك ليه في رجاله كتير بعد ما يطلعوا معاش يقول لك فلان اتوفى، ما استحملش قعده البيت، ده كان متعلق بالكرسي، كان متعلق بالمنصب، ما عرفش يعيش بعده، بعد ما سابه وقع. خلي بالك، اكتر حاجه اصلا تعرفك ان انت متعلق بحد لما تروح تقول له انا ما اقدرش اعيش من غيرك. هتقولي يا نهار اسود، ده احنا كل حد بنحبه بنروح نقول له انا ما اقدرش اعيش من غيرك. قولها بشكل رومانسي، اللي هو انا بعبر لك ان انت حاجه غاليه عندي، بس ما ينفعش نعيش بمفهوم ان الشخص ده فعلا لو بعد عني انا هموت، لانه هيحصل. لو بعد هيحصل، هتموت. هتقولي طب اعمل ايه؟ انا متعلق وبحب ده وبحب ده وما اقدرش استغنى عن ده، وده ابني وده حبيبي وده جوزي. الخلاصه نفهم قانون الزوال. الدنيا قايمه على قانون الزوال. يعني ايه؟ يعني اي حاجه او حد احنا بنحبها ومتعلقين بيها، يا مفارق يا متفارق. اعرف ان انت في الدنيا دي يا مفارق يا متفارق. انا طبيعي جدا مش هخلد مع عربيتي ومع ولادي ومع جوزي، حد فينا هيفارق التاني. احنا يا مفارق يا متفارق. مش بسودها والله في وشكم. ممكن واحده تقولي بس انا متعلقه بابني ومش قادره اتخيل ان هو هيسيبني. عيشي بس بمفهوم ان احنا يا كده يا كده. احنا مفيش حد يا جماعه هيلزق في الحاجه اللي هو بيحبها او هيخلد او هياخدها معاه، مش هينفع. فلو عشنا بالمفهوم ده، اي صدمه واي حاجه هتهون علينا. هنحب باعتدال، هنكره باعتدال، هندخل في، هنشوف الدنيا كلها باعتدال، نفرح باعتدال، نحزن باعتدال. مش هناخد الدنيا كلها كده على اعصابنا ولا او ما تبعدش عني. هنبقى شايفين الحياه ايه؟ بهدوء. عشان كده في مقوله جميله قوي تقول لك ايه؟ الم الفقد درس قاسي، عنوانه لا تتعلق باحد الا الله. هو الباقي، هو مش هيسيبنا ولا هنسيبه. ألم الفقد صعب، انا مش بقول ان هو سهل خالص، بس هو درس قاسي قوي. بيعلمك ايه الدرس ده؟ عنوانه ايه الدرس ده؟ ما تتعلقش بحد غير ربنا.